مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، سعيدة بلقياكم في نشرة الأخبار هاته، وهذا أبرز عنوانها. أخنوش يعلن نهاية التعاقد في تعليم بالمغرب. قبل ما نبداو ما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة باش توصلوا بجديد أخبارنا المغربية. إليكم التفاصيل. أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم السبت أن اتفاق الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم يأتي من أجل إنهاء مشكل الأساتذة المتعاقدين بشكل نهائي، وإقرار نظام أساسي موحد لجميع العاملين بقطاع التعليم، بالإضافة إلى الاتفاق على توفير الإمكانيات لتطوير المهنة والوضعية الاجتماعية والمهنية لأطر التعليم. وقال أخنوش في تصريح للصحافة عقب عقد اتفاق بين الحكومة والنقابات اليوم السبت إن الحكومة تسعى إلى خلق الجاذبية والاستثمار بقطاع التعليم من أجل مردودية تساعد على تجويد التعليم. وأضاف أخنوش أن موضوع التعليم يحظى بأولوية خاصة لدى الحكومة، وهو ما جعلها تتواصل بشكل مستمر مع النقابات عبر لقاءات متواصلة من أجل تنزيل منظمة تعليمية ترضي المغاربة أساسها الجاذبية والجودة والمردودية. وشدد رئيس الحكومة على أن الأستاذ هو أساس إنجاح كل البرامج من خلال الاعتناء به وحل جميع المشاكل المتعلقة به. يذكر أن الحكومة برئاسة عزيز أخنوش وقعت اليوم السبت 14 يناير اتفاقا تاريخيا مع النقابات التعليمية سيطوي أكثر الملفات الحارقة التي عاشها المغرب على مدار السنة.